بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الكرة مع عادل في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. في بداية لقائنا ما تنسوش تدعموا قناتنا على اليوتيوب بلايك وشير علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. خسارة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة الجزائري، أسبابها طبعا ما اتكلمناش في وقتها إيه أسباب الخسارة. أسباب الخسارة إن مارسيل كولر تعامل مع المباراة بتعالي على فريق اتحاد العاصمة، إن هو مش من الفرق المصنفة في إفريقيا. دي أحد أسباب الخسارة. وطبعا مباريات بداية الموسم بيكون هو ده الطابع بتاعها، كل اللعيبة كانوا خارج فورمة المباراة. مباراة الأمس النادي الأهلي مارسيل كولر جلس مع اللاعبين وأعطاهم دش ساخن للعودة للانتصارات، وقال لهم ننسوا مباراة السوبر الإفريقي، نركز في مباريات الدوري العام. وفي مباراة ماراثونية ما بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي، مباراة ماراثونية في شوطها الأول هجوم كاسح من النادي الأهلي يقابله دفاع مستميت من فريق المصري بقيادة مديرهم الفني علي ماهر. فاز النادي الأهلي 4-0. قبل ما نتكلم عن تفاصيل المباراة، إيه أسباب فوز النادي الأهلي؟ أسباب فوز النادي الأهلي أن مارسيل كولر احترم النادي المصري. مارسيل كولر لم يدرس فريق المصري ولكن درس مديرهم الفني. المدير الفني للمصري علي ماهر، طبعا مارسيل كولر عارف ان هو مدرب ذكي، علشان كده ركز. انا فاكره لانه لعبه مارسيل كولر قبله مرتين او ثلاثه وهو مدير فني لفريق فيوتشر، وما قدرش ان هو النادي الاهلي يتغلب عليه. درس دماغ علي ماهر، هو بيتعامل ازاي، بيقفل ازاي، ايه الاماكن اللي بيقفل فيها، بيهاجم امتى، بيضغط منين، وقدر يتغلب عليه. لو ركز ان هو يدرس فريق المصري ما كانش قادر يتغلب عليه، لان المصري ضامن 14 صفقه جديده كلاعيبه جديده. هتتفرج على اشرطه لمباراه المصري القديمه، لاعيبه غير اللاعيبه. فهو مارسيل كولر اتعمل مباراه صح. فالمباراه في الشوط الاول هجوم كاسح من النادي الاهلي، نتج عن الهجوم الكاسح ده الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 37 عن طريق رضا سليم، من اسيست ولا اروع من اللاعب الديفندر. باصة داخل المنطقة وشوطة صاروخ من رضا سليم، تم إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 1-0. وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 حالة طرد لفريق النادي المصري. اللاعب باهر المحمدي تعرض للطرد في الدقيقة 51 أثر تدخل عنيف على لاعب النادي الأهلي. بعد الطرد انقلبت المباراة رأسا على عقب، هجوم كاسح من النادي الأهلي على فريق النادي المصري، أصبحت المباراة من طرف واحد. تفنن لاعبي الأهلي في إضاعة الفرص إلى أن تمكن بيرسي تاو من باص من محمد هاني من جنب اليمين، تمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 69. ومن كرة عابرة للقارات، باص من قبل نص الملعب برضو للاعب بيرسي تاو اللي هو الجناح اليمين، رقص ودخل منطقة الجزاء وأحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي، ليتمكن النادي الأهلي في قبل نهاية المباراة بربع ساعة من التقدم 3-0. مارسيل كولر قام بعمل 5 تغييرات دفعة واحدة. التغييرات دي لأول مرة تحدث مع مارسيل كولر، إن هو يغير 5 لاعبين دفعة واحدة. ومن كرة ولا أروع تمكن كريم فؤاد من إحراز الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 88 من كعب من اللاعب أحمد عبد القادر، ليفوز النادي الأهلي 4-0 في مباراة ولا أروع. إيه اللي ناخده من المباراة؟ إن
تحترم الخصم هتتمكن من الفوز، تركز في المباراة هتتمكن من الفوز، تتعالى على الخصم مش هتقدر تعمل معاه أي حاجة. فانتهت المباراة والنادي الأهلي أصبح في رصيده 3 أهداف 4 أهداف و3 نقاط، والنادي الأهلي بيبدأ من اليوم الاستعداد لمباراتي سان جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا. قبل ما نطلع من أخبار النادي الأهلي، في مفاجأة من الراعي الجديد للنادي الأهلي. النادي الأهلي أصبح عنده راعي جديد وهو شركة ليبتون، وطبعا ليبتون دي عارفين إن هي شركة الشاي. قامت شركة ليبتون بتقديم أولى هداياها للنادي الأهلي بتوفير طائرة خاصة لسفريات النادي الأهلي بدعم مالي مقابل 45 مليون جنيه مصري، ودي أولى مفاجآت شركة ليبتون للنادي الأهلي، إنه بيتوفر له طائرة خاصة بسفريات النادي الأهلي، ودي على العضو المنتدب لشركة ليبتون بيقول لك دي أولى مفاجآتنا للنادي الأهلي. ومن يومين تم الإعلان عن جوائز دوري السوبر الإفريقي، إن البطل هياخد 4 مليون دولار، الوصيف هياخد 2 مليون و800 ألف دولار، ده الوصيف. ال8 فرق اللي لعبوا في دوري السوبر الإفريقي كل فريق قبل ما يلعب أول مباراة يعني النادي الأهلي هيواجه سيمبا، قبل ما يلعب سيمبا هيخش في خزنته 900 ألف دولار. دي جوائز دوري السوبر الافريقي. وعلى ما اعلنوا ان معظم المباريات سوف تكون عصرا، ودي كانت نقطه خلاف بين النادي الاهلي والشركه الراعيه، ولكن تفهم النادي الاهلي الموقف بان دي امور تسويقيه. دي بالنسبه لاخبار النادي الاهلي. بالنسبه نروح لنادي الزمالك، ونادي الزمالك يواصل استعداداته للقاء بيراميدز غدا في 7 مساء في اولى مبارياته في الدوري العام. نادي الزمالك بعد الخساره من جيبوتي 2-0 هيلعب المباراه مكتمل الصفوف ما عدا احمد فتوح الباك الشمال. بنتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك. واخر اخبار اتحاد الكرة يعلن عن مواجهة منتخب الجزائر يوم 16 أكتوبر القادم في مباراة ودية لمنتخب مصر، وطبعا الخبر ده جاي من على موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ان هو هيواجه مصر يوم 16 أكتوبر القادم في مباراة ودية. ودي كانت آخر أخبارنا. بنتمنى التوفيق لجماهير الكرة المصرية بالاستمتاع بدوري السنة دي، دوري جيد جدا. في نهاية لقائي ما تنسوش تدعوا لأبنائي بالشفاء لأنهم قاموا بإجراء عملية جراحية، بتمنى إن شاء الله ربنا يتمم شفائهم على خير. وفي نهاية اللقاء ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.